السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، النهارده نزلت السوق اجيب وراك. كان في عروض يا حبايب قلبي، واحد بيبيع فراخ ووراك وبانيه وصدور وكل حاجة. عامل عروض وتخفيضات. فالصراحة لما عرفت نزلت. طبعا ما جبتش الوراك بس سوقت شوية طلبات. قلت اوريكم الفيديو كده بالاسعار، يا رب تستفيدوا منه. والفيديو بتاعي يعجبكم، ولو عجبكم يا حبايب قلبي يلا بقى كومنتاتكم الحلوه ولايكاتكم الجميله اللي بتفرحني وبتسعدني وبتكبر بخاطري. هنسمي الله، وقبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا الجميل هنصلي بينا على الرسول الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، انا جبت طماطم للسلطه. انا عندي طماطم للطبيخ كتير، فجبت كيلو ونص للسلطه. الطماطم عندنا ب5 جنيه في العريش يا حبايبي. سعر الطماطم ما رفعش، ب5 جنيه، وكيلو ونص ب10. بس في ناس كتير بتبيعها ب5. انا جبت كيلو ونص ب7.5 ما شاء الله. دي جامده خالص للسلطه. انا عندي ماليه الدرج للطبيخ. وجبت يا حبايبي كيلو بتنجان عشان نعمل كده مقلوبة في رمضان. فجبت كيلو بتنجان ب6.5. البتنجان برضو سعره نزل شوية، كان ب12 جنيه الأسبوع اللي فات. النهاردة جبته يا حبايبي ب6.5. ما شاء الله. سعره نازل. الناس في المساعيد بتضارب في بعض في الأسعار، يعني في ناس عاملة عروض كمان في الفراخ وعاملة عروض في الخضار. واحنا طبعا بنروح للحاجة الأرخص وبنجيبها. والجزر ب5 جنيه، وفي ناس بتبيعه كيلو وربع ب10. بس أنا جبته ب5 يا حبايب قلبي، 2 كيلو ب10 ما شاء الله. والله شوفوا حلو وصابح، بسم الله ما شاء الله. والسمك البلط اللي راح يعني غلي خالص يا حبايب قلبي، ربنا كده يلطف بالناس. الكيلو الشبار ب75 جنيه. يا ريت يا حبايبي تقولوا لي في الكومنتات السمك وصل عندكم كام البلطي. سعره رفع خالص يا حبايب قلبي، عندنا هنا ب70 وب75. والله جبته بالعافية من الراجل، الكيلو ده ب70 جنيه. الله المستعان. الأسعار يا حبايبي السمك غالية جدا جدا. يعني احنا في شهر رمضان والناس بتاكل سمك قليل، بس سعره رفع خالص. الوراك بقى، تعالوا هنا بقى على الوراك، بسم الله ما شاء الله. العرض الوراك يا حبايبي 3 كيلو ب230. 3 كيلو وراك ب230 مع بعض، لو هتاخدوا كيلو لوحده ب90. فانا جبت 3 كيلو وراك ب230. يعني يعني عملوا 8 وراك، بسم الله ما شاء الله، وحجمهم حلو خالص. وكان بيبيع الفراخ الكيلو ب65. وطبعا البانيه ب140. الاسعار كانت نازله يا حبايب قلب. يعني النهارده كان عامل عروض ما شاء الله. الراجل ده في المساعد في دوران شبرا يا حبايبي. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. والوراك حلوه خالص ازاي، والصبحه وكانت لسه مدبوحه ما شاء الله عليها. والسردينة الكيلو ب50. جبت نص كيلو ب25. انا عندي ابني ما باكلش السمك البلطي، فجبت له نص كيلو يا حبايبي ب25. والنهارده الواحد يعني الاسعار حلوه خالص الحمد لله. الله ربنا كده يعين الناس ويقوي الناس على حالها. جبت 10 بيضات. البيضه يا حبايبي ب4. البيضه ب4. جبت 10 بيضات، البيضه ب4. لا عفوا، البيضه ب5 يا حبايبي، ده بيض بلدي. انما التاني المزارع البيضه ب4 جنيه. الطبق ب120. فجبت 10 بيضات كفاية. وجبت ازازة الزيت دي يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله، برضو ب53. الزيت ده حلو خالص يا حبايب قلبي. وجبت باكو شاي زي ما انتوا شايفين. بسم الله ما شاء الله. طبعا هو حسب لي الشاي يا حبايبي تقريبا ب35، لان انا جايبه حاجات كتير بس الورقه ضاعت مني. بسم الله ما شاء الله. والخيار الجميل البلدي الحلو ده الكيلو ب15. سعر الخيار يا حبايبي ب15. معرفش غالي ليه الخيار، يا ترى تقولوا لي عندكم سعر الخيار كام؟ بس ده خيار بلدي وريحة وحلاوة وطعم. طبعا بنقطعه على السحور، ولازم الخيار يكون متوفر عندي في البيت. وجبت البرتقال البلدي الكيلو ب4. ده كيلو ونص ب6 جنيه. انا كان معايا 6 جنيه كده فاضلين. جبت كيلو ونص يا حبايبي ب6 جنيه ما شاء الله. طبعا برضو الخيار البلدي، عفوا البرتقال البلدي ما بنستغناش عنه. بسم الله ما شاء الله. وجبت بقى رز، وجبت سكر برضو، وجبت مكرونة. الرز ب28 وربع، سعره رافع يا حبايبي، والسكر ب20 ما شاء الله. والمكرونة يا حبايبي ب22 ونص. الله المستعان. الأسعار دي برضو غالية يا حبايبي، ربنا يعين الناس والله على حالها. الرز رفع خالص وأسعاره عليت خالص، والسكر ده برضو ب20. بس انا بقول ان السكر غالي. يا ريت يا حبايبي تقولوا لي سعر السكر عندكم بكام، لان كل التجار ما بتبيعش زي بعضها، كلهم كده بيغلوا الحاجه بكيفهم.
والمكرونة الجميلة دي رويال كيلو ب22 ونص. حلوة خالص، وطعمها حلو، فأنا جبت كيسين يا حبايبي. وجبت علبتين جبنة، العلبة ب15، اللي هي الدومتي. وفول العلبة ب10. جبت علبتين برضو. دي الحاجات دي من السوبر ماركت يا حبايبي، بس تقريبا الحاجات دي كلها حسبها له وحسب الشاي معاهم. انا حسبت حسبتي، الشاي واقف ب35. الفاتورة اللي هو مديها لي وقعت مني، فانا يعني تقريبا الشاي ب35. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا حبايبي تقولوا لي الشاي بكام، لان عشان اعرف هو حسبه لي بكام. والفلفل الكيلو ب20، جبت نص ب10 جنيه، والليمون ب25، جبت نص ب12 جنيه ونص. سعر الليمون برضو وصل 25، رفع خالص يا حبايب قلبي. الله المستعان. وجبت زي ما انتوا شايفين حبة الخضار دول، يعني طبعا انا متسوقة يوم السبت، بس لما روحت اجيب يعني جبت زودت يعني عشان ما نزلش يوم السبت تاني. والبلح الجميل ده ب45، ده كيلو ب45. بسم الله ما شاء الله، حلو خالص والله يا حبايبي. انا كنت جايبه اللي هو السايب، ما عجبنيش، انا عجبني كده شكل البلح، فجبت كيلو. وجبت الطواجن للزبادي، كل سنة وانتم طيبين، عشان نعمل فيها الزبادي. الستة دول طقم ب30. زي ما انتم شايفين حلوين اهم. جبت الستة دول طقم ب30. في واحد عندنا بيقعد كده كل يوم تلات معاه كل حاجة، من الإبرة للصاروخ زي ما بيقول. فلقيت الطواجن دي معاه، جبتها، جبت الطقم 6 ب30، حلوين في الزبادي يا حبايبي. انا كنت بعمل الزبادي في الكوبايات، بس واحدة صاحبتي حبيبتي قالت لي بيبقوا حلوين في الطواجن، قلت اجيبهم واجرب. وجبت المجات بتاعة القهوة، طقم برضو ب30. دول صغيرين يا حبايبي، دول صغيرين. برضو يكفي كوباية شاي صغيرة، بس أنا جبتهم كده عجبوني شكلهم عشان صغيرين. جبتهم الستة ب30، برضو أسعارهم رفعت والله يا حبايبي، الله المستعان، الحاجة غالية نار. فجبت الكوبايات والطواجن الجميلة دي ما شاء الله، ب60 جنيه الاتنين. وجبت البطاطس 2 كيلو ب10. سعر البطاطس نازل، لأن مفيش حد بياكل بطاطس في رمضان قد كده، فسعر البطاطس نازل. جبت 2 كيلو ب10. والبصل يا حبايبي ب12 ونص، فاض معايا برضه 12 ونص، يعني كان باقي معايا 20 فضلوا. أروح بيهم؟ لا ما ينفعش. جبت كيلو بصل بيهم. وجبت البرتقال بال20 يا حبايب قلبي، بسم الله ما شاء الله. وهي دي بقى المشتريات الجميلة بتاعتي اللي جبتها. يا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم وينول اعجابكم. ويا ريت يا حبايبي تقولوا لي بس الشاي سعره وصل كام. انا يعني حسبت حسبتي الحاجات اللي جايباها، لقيتهم يعني الشاي واقف ب35. هو فعلا شاي ب35، لان انا كنت بجيب شاي ليبتون وقلت اغير اجيب شاي العروسة. وبكده يا حبايب قلبي انا خلصت المشتريات بتاعتي. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. ولو عجبكم يا حبايب قلبي، يلا بقى كومنتاتكم الحلوه ولايكاتكم الجميله اللي بتفرحني وبتسعدني وبتكبر بخاطري. واهم حاجه حبايبي اللي اول مره يشوفوا الفيديو بتاعي وما اشتركوش في القناه، فضلا وليس امرا يشتركوا بسرعه كده في القناه، وتشجعوني يا حبايب قلبي وتدعموني كده. انا عايزه الفيديو ده تعملوا لي فيه لايكات، يعني عايزه الفيديو يبان ويترفع لاكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.